العالم بيتغير كل يوم حوالينا. كل يوم بنتقدم خطوة في كل المجالات تقريبا، وبنكتشف حاجات جديدة ممكن تخالف اعتقادنا وتفكيرنا عن الكون كله، أو تساعدنا في علاج مرض أو تصنيع مواد جديدة بخصائص مميزة وغير كده كتير. والتطور اللي احنا عايشين فيه ده كان أهم سبب في وصول البشرية ليه بعد فضل ربنا طبعا، هي الأبحاث العلمية. بس للأسف ما كانش في قناة أو منصة على النت بتحاول تشرح الأبحاث الجديدة والعالمية بشكل مبسط يقدر أي حد يفهمه، من أول الشخص العادي لحد المتخصصين. وده كان سبب في إني أبدأ قناة في مجال جديد ومميز يزود معلوماتك ويبقى ممتع في نفس الوقت. والفيديو ده أهم فيديو هعمله على القناة، أو بمعنى صح أهم سلسلة هعملها على القناة، لأننا فيها هنبدأ نتعرف إيه هو البحث العلمي والأبحاث العلمية، وايه فرقها عن الكتب والمقالات الجورنال مثلا. وهنعرف برضو ازاي تعمل بحث علمي كويس في اي مجال انت شغال فيه بكل حذافيره، من اول اختيار الموضوع والشكل والنقاط اللي لازم تاخد بالك منها. وهنتعرف على مصطلحات مهمة جدا زي الدي او اي والسي اس اي وحاجات تانية كتير. فسواء كنت باحث او بتحب الابحاث او طالب حتى في المدرسة او الجامعة، فالفيديو ده هو الاساس اللي هتبني عليه رحلتك لعالم الابحاث. وحتى لو انت شخص عادي غير متخصص، فأوعدك الفيديو ده هتستفيد منه إن شاء الله. ويلا بينا بقى نشوف المفيد. البحث العلمي هو إيه بالظبط؟ هل أي حاجة بتديك معلومات علمية تبقى بحث علمي؟ يعني نفترض مثلا انك اشتريت جورنال من عند اي حد، ولقيت مثلا مقال على جنب كده بيتكلم عن مرض معين مثلا او اكتشاف جديد، هل نقدر نقول ان المقالة دي سواء كانت في جورنال او على النت او على التلفزيون بحث علمي؟ الإجابة طبعا لا. وعشان نقدر نميز البحث العلمي عن أي حاجة تانية، جبتلك أبسط تعريف للبحث العلمي: هو وثيقة مكتوبة يقوم فيها الباحث بدراسة موضوع معين بشكل منهجي ومنظم بهدف إيجاد إجابات أو حلول لمشكلة أو سؤال معين، من خلال جمع المعلومات وتحليلها بطريقة دقيقة ومنطقية باستخدام أساليب علمية. تعالى أديك الزتونة. يعني أي حاجة مكتوبة وبتدرس نقطة أو موضوع معين بشكل منظم، يعني نعرف سبب وجود الموضوع ده وأصله وتأثيره علينا، ولازم تكون ليها هدف، يا إما اكتشاف حاجة جديدة أو اختراع حاجة أو معلومة جديدة. لازم يكون كمان بيستخدم طريقة علمية ومنظمة، مش خلطبيطة وخلاص ونطلع بأي حاجة. ولو كل ده موجود فمبروك، أنت بحث علمي. ولو جينا نشوف الحاجات دي على مقالة عادية، هنلاقي إنها فعلا حاجة مكتوبة، ولكن ممكن حاجة من باقي المعايير مش موجودة، وكده ما بقاش بحث حتى لو كان فاضل له حاجة واحدة بس. طيب ازاي البحث العلمي بيتعمل؟ بيبقى في مجموعة من الباحثين عايزين يدرسوا موضوع معين مثلا، فيبدأوا يجمعوا بيانات ويحاولوا يطلعوا حاجة من البيانات، وبعدين يحطوها ويكتبوها بشكل منظم وبلغة إنجليزية سهلة. بعدين عشان ينشروا النتائج بتاعتهم ويعرفوها للناس والباحثين التانيين، يقوموا رايحين لمجلة في المجال بتاعها سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية، ويقدموا البحث بتاعهم هناك. فالمجلة بتدي الورقة دي لمجموعة من الباحثين والمتخصصين يشوفوا إذا كان البحث ده كويس وفعلا علميا صحيح وينفع مع مستوى المجلة ولا لا. ولو المراجعين وافقوا عليه، غالبا بيطلبوا تعديلات بسيطة قبل ما يوافقوا على النشر، سواء في التنسيق أو في العرض أو في الكلمات والطريقة، حسب طبعا كل مجلة. طيب في كذا سؤال دلوقتي ممكن يجي في بالك لما أقول لك كل الكلام ده: هو أنا إزاي أختار الناس الكويسة عشان نعمل بحث مع بعض؟ وإزاي هنرتب أسامينا في البحث؟ ما هو لما بتيجي تفتح أي بحث بتلاقي الناس مكتوبة ورا بعض، طيب بيترتبوا إزاي؟ وهل في حاجات لازم أخلي بالي منها كويس جدا عشان ممكن تخلي البحث بتاعي يترفض؟ وإزاي أختار المجلات الكويسة والمناسبة؟ ما هو أكيد في مجلات توب وليها تقل، وفي حاجات على الخفيف كده. وايه فايده ان اعمل ابحاث علميه؟ هل هيساعدني في اني الاقي شغل او اكسب فلوس؟ لان في ساعات مجلات بتطلب فلوس عشان تنشر فيها، فهل الفلوس دي ليها لازمه ولا راحت على الارض كده؟ تعال نحاول نشوف هنعرف نقول ايه في الاسئله اللي شاغله بالك دي. تعال نشوف اول حاجه: انت كشخص باحث لو عايز اقيمك واديك ريتنج زي ما بتعمل المطاعم مثلا، احنا عملنا كذا حاجه ممكن نقيم بيها، بس هنتكلم عن اهم اتنين نقيم بيهم الباحثين: ال اتش اندكس والاي 10 اندكس. الاي 10 اندكس ده اللي هو خاص بجوجل سكولر، اللي ان شاء الله هنتعرف مين هو جوجل سكولر في حلقه جايه. المهم الاتش اندكس للباحث ده بيقول لي هل الشخص ده بينشر ابحاث على طول وبيطلع شغل حلو ومفيد وقوي، ولا نص نص، ولا في الضايع خالص. ده باختصار بيتقاس بان احنا بنشوف كام ورقه بحثيه قالت والله انا يا جماعه استفدت من بحث الراجل ده وساعدني بشكل غير مباشر في اللي انا كنت بشتغل فيه، اللي هو بكلمه واحده كده الاستشهادات او السايتيشن. كل ما باحثين اكتر استفادوا من بحثك يبقى انت 100 100، خصوصا لو كانوا باحثين نشروا في مجلات قويه. يعني باختصار كل ما الاتش اندكس يزيد كل ما كان ده افضل طبعا. يعني مثلا لو واحد الاتش اندكس بتاعه 10، يبقى فيه 10 ابحاث من ابحاث الراجل ده الباحثين عملوا لها سايتيشن في ابحاثهم 10 مرات على الاقل.
ده لكل بحث، يعني كل بحث اتعمل له سايتيشن 10 مرات على الاقل. طيب التاني اللي هو الاي 10 اندكس، ده بيقول لك عدد الابحاث اللي الشخص ده نشرها، بس مش اي بحث عمله وخلاص، لازم تكون اوراق بحثيه تانية عملت له سايتيشن 10 مرات على الاقل. يعني برضه كل ما يزيد كل ما يكون احسن، ويوريك ان الباحث ده مكسر الدنيا. مثال، لو واحد مثلا الاي 10 اندكس بتاعه 8، يبقى معنى كده ان الراجل ده فيه 8 ابحاث من الابحاث اللي عملها تم الاستشهاد بيها في 10 ابحاث على الاقل، يعني 80 استشهاد. طيب نعرف الاتش اندكس والتاني ده ازاي؟ اسهل طريقه عشان تعرفهم ببلاش ومع بعض كمان انك تخش على جوجل سكولر وتكتب اسم الباحث وهيطلع لك كل حاجه عنه زي ما انت شايف قدامك كده. وكمان ممكن تلاقي ايميلاتهم لو حابب تتواصل معاهم، او انك تبحث على ابحاث في موضوع معين، تشوف الباحثين اللي عملوا البحث ده مستواهم كان عامل ازاي وتقدر تتواصل معاهم. ممكن الناس دول لو وافقوا ان هم يتعاونوا معاك في البحث بتاعك يفيدوك بخبرتهم في المجال ويساعدوك تعمل بحث تنشره في احسن المجلات. بكده نكون جاوبنا على السؤال الاول. انا عارف انك خلاص هتفرقع من المعلومات، فعشان كده احنا هنقف لحد هنا النهارده، وان شاء الله نكمل في السلسله دي، بس ده هيحتاج دعم جامد قوي منكم لان المحتوى ده جديد من نوعه ومحتاج جمهور يدعمه وينشره. لو عندك حد حاسس ان الفيديو ده هيفيده، يا ريت تشيره وتشاركه عشان نقدر نكمل في المحتوى ده، ومش هوصيك على الاشتراك. ولو عايز تتفرج على ابحاث شرحناها بطريقه سهله هتلاقيهم قدامك دلوقتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.